مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في أمريكا. إدارة إقليم الكاشبركة تعمل على تعزيز الأنشطة الرياضية. 11 شخصا يلقون مصرعهم جراء انجراف سيارة إسعاف بفعل السيول بمديرية حمل مالو. روسيا والصين تبدأان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان. إقالة مسؤولين أوكرانيين على خلفية الفساد في شراء الطائرات بدون طيار. بعد زلزال كاماتشكا ثوران بركان في أقصى شرق روسيا. السلام عليكم ورحمة الله. نظم الإريتريون في الولايات المتحدة الأمريكية مهرجانهم السنوي 51 في تريسي بولاية كاليفورنيا في الفترة من الأول وحتى 3 أغسطس بمشاركة الآلاف من الإريتريين وأصدقاء الإريتريين والإريتريين في الخارج. وقال مسؤولو اللجنة المنظمة للمهرجان يودي تسفى مريم والأزار أبراهام إن المهرجان هو تعبير عن الوحدة والانسجام حيث تنعكس ثقافتنا وقيمنا. وشكر القائم بأعمال السفارة الإريترية سيد برهان قبرهوت المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة وكذلك الفنانين والأطفال والشباب والآباء والمنظمات للمساهمة في إنجاح المهرجان. وشكرت عمدة بلدية مدينة تريسي السيدة نانسي يانغ على الدعوة الموجهة إليها، وقالت من خلال تجربتها إن الإريتريين بشكل عام معروفون بحبهم للعمل والانضباط، وحثت على الحفاظ على ذلك. وتميز مهرجان هذا العام بعروض الأجنحة التي قدمتها منظمات اللجنة الوطنية للإريتريين الأمريكيين والفعاليات الثقافية والفنية والندوات والمحاضرات المهنية والبرامج التي تستهدف الأطفال والشباب وغيرها من الأنشطة. في غضون ذلك اختتم بنجاح في 31 من يوليو أعمال المؤتمر السنوي السابع للجنة الوطنية للأمريكيين الإريتريين الذي افتتح في 29. وناقش المشاركون في المؤتمر بعمق الإنجازات السياسية والدبلوماسية الإريترية والفرص والتحديات في الوقت الذي يشهد فيه الانتقال إلى نظام عالمي جديد، داعين إلى تعزيز دور المواطنين المقيمين في الخارج في تقوية الوحدة الوطنية والحفاظ على الثقافة والهوية الإريترية وتوارثها وتعزيز المنظمات الوطنية. وعلم أن المؤتمر الذي شهد حضورا كبيرا رسم خارطة الطريق للعمل بما يضمن بناء منظمات قوية وتعزيز الوعي الوطني والتصدي التنموي. أوضحت إدارة إقليم الكاشبركة أنها تعمل بجدية بالتخطيط لتعزيز مجال الرياضة وتحفيز وإبراز مشاركة الرياضيين في المنافسات الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي. جاء هذا في اللقاء الذي نظم في الأول من أغسطس في بارنتو بهدف تحفيز الرياضيين. وقدمت بالمناسبة جوائز مالية للرياضيين الذين يمثلون الإقليم وهؤلاء الذين أحرزوا مراكز متقدمة في منافسات مختلفة. وذكر مدير عام قسم الثقافة والرياضة سيد إدريس صالح إن هدف البرنامج هو التأكيد على أن دعم قطاع الرياضة ليس متروكا للناشطين في المجال والمؤسسات الحكومية فحسب، بل أيضا بالإضافة إلى تقديم الدعم والرعاية للرياضيين في حياتهم اليومية للدفع بقدراتهم ولياقتهم البدنية نحو التفوق الرياضي. وأشار حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي بدوره إلى ضرورة أن يتطلب جهود فردية للرياضيين والاستثمار في الرياضة، بالإضافة إلى دعم المجتمع والمؤسسات الحكومية للرياضيين للمحافظة على وتطوير التقدم الملحوظ الذي يسجل في الرياضات الأولمبية، مناشدا الجهات المعنية على التركيز على المدارس بجدية لإنشاء والتعرف على المواهب الرياضية بشكل فعال. في الختام تم تقديم مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و 15000 نقفة ل5 عدائين، وأولهم العداء ناهوم إرمياس الذي أحرز المركز الثاني في ماراثون أسمرة 2025.
تتزايد فوائد حملة الطلاب الصيفية التنموية عاما إثر آخر في مديرية مندفرة. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد برخة تخلة سلاسي نمو 250 ألف شجرة زرعت في 8 مواقع خلال السنوات الأربعة الماضية بفضل الحماية والرعاية المقدمة لها. وذكر بأن نحو 900 طالب بإشراف المعلمين والمتخصصين الزراعيين يعملون في 8 نقاط عمل في أنشطة الحفاظ على المياه والتربة. وأكد الطلاب أنهم يعملون بجد لإتمام مهمتهم بنجاح. في غضون ذلك عقد قائد شرطة مديرية مندفرة النقيب هبت والدآب سمينارا حول القانون وعواقب الجرائم والمخالفات. أفاد مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بإقليم عنسبة إن العمل يجري لتعزيز والتعرف على المهارات المهنية للشباب في مختلف المديريات. وأدلى المكتب بهذه التصريحات خلال الورشة التي نظمت مع الموسيقيين في كرن يوم أمس 3 أغسطس، ذكر فيها بأنه ينبغي تعزيز التدريب على المدى القصير والطويل مع تطور مهنة الفنون من خلال الجهود الطويلة الأمد والتكامل. وحث المشاركون المحترفون والفنانون المخضرمون في البلاد على النزول إلى الأقاليم والمديريات لإنتاج محترفين متميزين وتنظيم دورات تدريبية ومسابقات لبناء القدرات لاستكشاف وتنمية قدرات الشباب في الفنون. وأضاف مسؤول اتحاد الشباب بالإقليم السيد الزازي برخة آب إنه يتم تقديم تدريب أولي في الموسيقى والرقص والتمثيل والصوت والأدب في فروع المديريات لتعزيز والتعرف على قدرات الفنانين المبتدئين، مؤكدا أنه يتم العمل بجدية على إثراء الفنون على المستوى الإقليمي. نظم سيمينار يوم أمس 3 حول دور الشباب في برامج التنمية الوطنية للطلاب المشاركين في برنامج حملة التنمية الصيفية. وحث مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة هناك السيد ملس قبراهي في السيمينار الذي نظم بالتنسيق بين الاتحاد ومكتب التعليم بالمديرية إن على الشباب المشاركة في البرامج الوطنية التنموية بوعي وفعالية، موضحا دور الشباب المؤثر والفاعل في عملية بناء الوطن والتطوير. وذكر الطلاب بالعمل بجدية لإنجاح البرامج المنشودة نظرا إلى أهميتها، وأوصاهم بالتحلي بالقيم الوطنية والالتزام بالوقت والتفاني في العمل. وأكد الطلاب بدورهم جاهزيتهم لمواصلة الأعمال المنشودة أينما نظمت. يذكر مشاركة حوالي 600 طالب في برنامج حملة التنمية الصيفية الطلابية بمديرية تسني. جرفت السيول سيارة إسعاف كانت تعبر نهر سراوة في ضاحية زرون التابعة لمديرية حمل مالو يوم أمس 3 عند الساعة 7 مساء، وتسببت في وفاة جميع ركابها وفقا لوكالة الأنباء الإريترية. ولقي 11 شخصا من بينهم السائق مصرعهم عندما جرفت السيول المندفعة سيارة الإسعاف التي تحمل لوحة الترخيص ERGA 1399 وفقا لشرطة إقليم عنسبة. وأضافت الأنباء إنه تم انتشال جثث جميع الضحايا وتم دفنهم. وأفاد مسؤول مكافحة الجريمة في مركز شرطة كرن الثاني السيد إبراهيم إدريس لوكالة الأنباء الإريترية إن 8 من الضحايا هم أفراد من عائلة واحدة وأقارب جاءوا من أغردات للزيارة. وكذا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث، وحث السائقين على توخي الحذر لأن الدخول إلى منطقة الفيضانات دون التحقق خلال أشهر الخريف يشكل خطرا كبيرا. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. بدأت روسيا والصين أمس الأحد مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان تستمر ل3 أيام في إطار سلسلة مناورات التفاعل البحري 2025، وتندرج ضمن مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية في مواجهة ما تعتبره القوتان هيمنة عسكرية أمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن المناورات تجري قرب ميناء فلايدوفستوك الروسي وتسخر لها إمكانيات عسكرية كبيرة. وتشارك في هذه التدريبات 4 سفن حربية صينية من بينها مدمرتان حاملتان للصواريخ إلى جانب قطع بحرية روسية.
وتشمل المناورات البحرية محاكاة قتال ضد غواصات وتمارين للدفاع الجوي ضد الصواريخ، إضافة إلى عمليات إنقاذ في البحر. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية أن القوات البحرية للبلدين شكلت أسطولا مشتركا يضم سفينة روسية كبيرة مضادة للغواصات ومدمرتين صينيتين وغواصات تعمل بالدفع الكهربائي والديزل وسفينة إنقاذ صينية مخصصة للغواصات. أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما يقضي بطرد 2 من كبار المسؤولين الإقليميين على خلفية الفساد في شراء الطائرات بدون طيار. وقد تم طرد سيرجي جايداي من منصب إدارة منطقة موكاتشيفو الواقعة في مقاطعة ما وراء الكربات، وأندري يورتشينكو من منصب رئيس الإدارة العسكرية لمدينة روبيجانسكي. واعتقل سابقا نائب في البرلمان الأوكراني بتهمة المشاركة في مخطط فساد واسع النطاق يتضمن شراء طائرات بدون طيار ومعدات الحرب الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية بأسعار مبالغ فيها، وتوجيه التهمة لرؤساء الإدارات العسكرية المحلية وبعض العسكريين. ذكر معهد الجيوفيزياء الروسي بأن بركان كيليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية ثار بعد زلزال بقوة 8.8 درجات وأمواج تسونامي ضربت المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الشرق الأقصى. وأعلن المعهد الروسي ثوران البركان ونشر عدة صور ومقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب تتصاعد. ويعد هذا الجبل أعلى بركان في أوراسيا وأحد أكبر البراكين النشطة في العالم، ويصل ارتفاعه إلى 4750 مترا، وهو واحد من حوالي 30 بركانا نشطا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وهي منطقة شبه غير مأهولة. في ختام هذه النشرة سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في أمريكا. إدارة إقليم الكاشبركة تعمل على تعزيز الأنشطة الرياضية. أحد عشر شخصا يلقون مصرعهم جراء انجراف سيارة إسعاف بفعل السيول بمديرية حمل مالو. روسيا والصين تبدأان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان. إقالة مسؤولين أوكرانيين على خلفية الفساد في شراء الطائرات بدون طيار. بعد زلزال كامتشاتكا ثوران بركان في أقصى شرق روسيا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.